انغام اخذت الاقامه الذهبيه وقالت ان مفيش شكر يوفي المملكه السعوديه على اللي هي بتعمله للفن المصري وبالاخص الفنانين المصريين. ليه بقى؟ تعال اقول لك الحكايه. عمرو اديب اخذ الجنسيه السعوديه، ومحمد هنيدي برضو اخذ الجنسيه السعوديه، سيناريست صلاح الجهيني اخذ الاقامه الذهبيه، والموسيقار هاني فرحات اخذ الجنسيه السعوديه، وتامر عاشور اخذ الاقامه الذهبيه. ليه بقى كل ده؟ عشان هم عايزين الفن يطلع من عندهم، عشان انتوا ما شفتوش الفن المصري، ما شفتوش ايام مسرح عادل امام ومحمد هنيدي لما كانت الناس كلها من الدول الخليجيه تحجز كده تذاكر وفنادق وطيران عشان خاطر تنزل تشوف الاهرامات وتخش مسرح عادل امام او محمد هنيدي وترجع تاني بلدها. المسرح كان عامل زي السياحه، بيدخل دخل لوحده لمصر. هم بقى عايزين الفن ده يطلع من عندهم. طب انتوا ليه المليارات دي كلها اللي عمالين تصرفوها ما صرفتوهاش على الافلام وعلى الدراما السعوديه؟ مع احترامي الكامل ليها، حاجه من عند ربنا. اللهجه المصريه والفن المصري البلاد العربيه كلها بتحبها. حتى لو كل دول بقى عندكم برضه في الاخر اسمهم فنانين مصريين. في الاخر كل الشكر وكل الدعم لكل الفنانين دول. ولو بتحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، خش اشترك في القناه